الجي كودز بتنقسم معايا لجزئين رئيسيين: أكواد بتبدأ بحرف الجي وأكواد بتبدأ بحرف الإم. الأكواد اللي بتبدأ بحرف الجي بنسميها preparatory كودز، ودي بتكون خاصة بتحضير الماكينة للحركة أو الوضع اللي هتعمله. زي مثلا الجي 00 هقول للمكنة تحرك حركة سريعة، جي 01 بجهز المكنة إن هي تتحرك حركة بطيئة، جي 90 بجهزها للمود أبسوليوت. دي أكواد خاصة بتحضير الماكينة للحركة اللي هتعملها. أما الميسلينيوس كود اللي بتبدأ بحرف الإم دي بتكون خاصة بوظائف متنوعة للماكينة، زي حرك السبندل في عكس اتجاه عقارب الساعة، حرك السبندل في اتجاه عقارب الساعة، اطفي الكولنت، شغل الكولنت، اقفل البرنامج، أعيد تكرار البرنامج. دي الأكواد اللي بدأ بحرف الإم. وكل فئة من دول ممكن تنقسم لأكواد كتير أو فئات كتير، ولكن ده مش موضوعنا حاليا، لأن هدفي من الفيديو ده إن أنت تاخد فكرة عن الجي كودز، بحيث لو حصل معك مشكلة في البرنامج، هو احنا اوريدي هنحصل على البرنامج كامل من خلال السوليد ورك سكان. ولكن افرض ان انت خدت البرنامج ورحت للماكينة وعوزت تعدل بعض الامور البسيطة، يكون عندك القدرة على ذلك. او لو حصل معك مشكلة اثناء عمل الماكينة، تقدر بالضبط تحدد العيب فين وتقدر تصلحه من خلال فهمك للجي كودز. اشهر الجي كودز اللي موجودة عندي الجي 00 للرابط بوزيشننج. بمعنى اصح، لو انت عندك التول في الهواء مش بتاكل في ماتيريال، بتقول لها اتحرك بسرعة بحيث توفر وقت انت مش محتاج تضيعه لو انت عندك مشغولة ماشي فيها، لان انت اوريدي انت في الهواء، فحركتك السريعة لن تسبب اي ضرر. الجي 01 لما انت تكون هتمشي في ماتيريال او هتمشي في الورك بيس بشكل خطي، سواء في الاكس وفي الواي او سواء في الاتنين مع بعض. والفرق الرئيسي ما بين الجي 00 والجي 01 ان انت في الجي 00 بتكون انت ما عندكش ماتيريال، فبالتالي تتحرك بسرعة مش خايف لا الطول تنكسر. اما في الجي 01 بيكون عندك عملية كاتنج بتحصل، عملية ميتال ريموفنج بتحصل، فبالتالي بتمشي بالراحة مراعاة للماتيريال اللي بيحصل لها ريموف، بحيث تحافظ على عمر الطول وعلى صحة العملية اللي بتتم عندك، وكذلك الفينيشنج. جي 02 جزء من دايرة بنسميه سيركيولار انتربوليشن. هنبدأ نشتغل في الأقواس. ولو انت جه عندك جي 02 ده لو القوس بتاعك كلوك وايز او في اتجاه عقارب الساعة. جي 03 لو انت عندك القوس بتاعك او الحركة الدورانية بتاعتك عكس اتجاه عقارب الساعة، كاونتر كلوك وايز. الاكواد من جي 00 لجي 03 حطهم لك تحت جروب سماه 01. طبعا مش هنخش في تفاصيل الجروبس دي، لان مش هدفي من الكورس ده ان انا اخليك تعرف تكتب جي كود مانيوال، ولكن انت تاخد فكرة عامة كده ايه اللي بيحصل في الجي كود، بحيث تفهم الكود اللي هيطلع معانا بالبرنامج. جي 02 لو انت هتحط ابعاد الحركة بالانش، جي 0 جي 21 لو انت هتحط الابعاد عندك بالمترك او بالمليمتر، يبقى جي 0 انش، 0 جي 20 انش، جي 21 مترك. طبعا دول ممكن يتغيروا من كنترول للتاني، يعني دول حاليا في الفانوك، واكوادنا اللي هنشرحها دلوقتي معظمها فانوك لان ده الاشهر في السي ان سي ميلينج. ولكن مثلا لو انت رحت غيرت الكنترول خليته مثلا سيمنز، هتلاحظ ان الجي 20 دي والجي 21 دي تتغير. يعني مثلا الجي 21 دي هنلاحظ ان هي في كنترول السيمنز جي 17. طيب التغيير ده ناتج من ايه؟ ناتج زي ما قلت لك ان عقل الماكينه اللي هو الكنترول هو اللي بياخد الجي كود ده يفهمه للموتورز اللي موجوده عندك. فشركه فانوك ارتضت لنفسها كده ان هي تفهم الجي 21 كانه مترك انبوت، وشركة سيمنز ارتضت لنفسها إن هي تفهم الجي 17 إن هو مترك انبوت. anyway، توجد بعض الفروق الطفيفة في ترجمة كل كود من التاني، وده اللي زي ما هنشوف بعدين في لما نبدأ نشتغل في البرنامج بنسميه البوست بروسيسنج، مش موضوعنا حاليا. ولكن دي أهم الأكواد في الفانوك. جي 40 لما نعوز نعمل diameter compensation، وهنعرف كمان شوية يعني ايه compensation ويعني ايه diameter compensation. جي 41 لو انت هتعمل كومبنسيشن دايمتر كومبنسيشن ليفت، جي 42 لو هتعمل دايمتر كومبنسيشن رايت، جي 43 لو انت هتعمل لينس كومبنسيشن.
جي 40 بتكنسل لك الكمبنسيشن ده خالص. مهم جدا تعرف ان الجي 90 لو انت هتشتغل ابسولوت بروجرامنج، وجي 91 لو انت هتشتغل انكريمنتال بروجرام. طيب يعني ايه ابسولوت ويعني ايه انكريمنتال؟ بكل بساطة الابسولوت هيكون عندك نقطة مرجعية، النقطة دي هتنسب كل ابعادك ليها. يعني النقطة المرجعية دي غالبا بتكون معايا في المكان ده اللي هو اسفل يسار الشغلة، ده باي ديفولت في معظم الأحيان بتكون هنا ما لم يحدد خلاف ذلك. كل أبعاد الأماكن اللي هتروح لها متنسبة للنقطة دي، يعني النقطة واحد 15 15، طب النقطة تلاتة، النقطة اتنين 35 15، وهكذا النقطة تلاتة والنقطة أربعة، كل دول متنسبين لنقطة واحدة اللي هي دي. على الجانب الآخر جي 91 تعبر عن الانكريمنتال بوزيشننج. يعني ايه الانكريمنتال بوزيشننج؟ يعني مكان التول هو النقطة المرجعية للنقطة التانية. يعني بما أنا اتحركت للنقطة واحد وعايز اتحرك للنقطة اتنين، مش هديله 35 زي ما عملت هنا، لا هديله 20، لأن في الحالة دي بقيس المسافة من مكان التول في الوقت الحالي. بشكل أوضح في المثال بتاعنا ده، معنى الأبسولوت يعني أنا لو أنا اشتغلت جي 90 وعايز أقول له روح عند النقطة A، فهديله إكس ب80. طيب لو عايز أقول له روح عند النقطة B، هديله الإكس 100، لأن أنا بنسب من نقطة الأصل أو من نقطة مرجعية أو من ديتم. عندك ديتم نقطة مرجعية كل أبعادك بتنسب ليه. لو أنت اشتغلت انكريمنتال جي 91، ال A هتفضل زي ما هي 80 لأن أنت كنت واقف هنا، ولكن على الجانب الآخر B بقى أصبحت 20 اللي هي الحركة من النقطة دي للنقطة دي. بمعنى أوضح، مركز التول هو نقطة المرجع للحركة النقطة التانية. الام كودز أهم أكواد فيها عندي M00 لو انت عايز تقول للبرنامج اقف عند النقطة دي، M02 لو عايز تنهي البرنامج، M03 لو عايز تحرك السبندل في اتجاه عقارب الساعة، M04 لو هتحرك السبندل عكس اتجاه عقارب الساعة، M05 لو هتقول للسبندل اقف لو سمحت مش عايز تتحرك تاني، M06 خاصة بتغيير التول اللي موجودة عندك، M08 لو انت عندك سائل التبريد عايز تفتحه، لو انت شغال مثلا في مواد معدنية درجة الحرارة بتوصل لدرجات مرتفعة جدا، فبالتالي بنعوز نشغل سائل تبريد حفاظا على التول وحفاظا على الورك بيس نفسها. M09 لو عايز تقول له اقفل لي سائل التبريد. بعد كده ننتقل للام 30، ده هتقول له انهي البرنامج بس كرره مرة تانية، وده الفرق ما بين ام 02 والام 030. ام 02 هتنهي لك البرنامج شكرا على كده، ام 030 هتكرر لك البرنامج بعد ما تنهيه. ام 98 ده خاصة بحاجة اسمها السب بروجرام، انت بتعمل برنامج فرعي. ام 99 ده نهاية السب بروجرام. تعال ناخد مثال بسيط على الجي كودز اللي اتكلمنا عنها. اول حاجة ان 001 ده بيعبر بكل بساطة عن رقم السطر في الكود، يعني ده السطر 001، وده بنحتاجه مثلا لما تدخل الكود على الماكينة وطلع عندك خطأ، فلو انت عامل نمبرنج بسهولة توصل للخطأ ده من خلال رقم السطر بتاعه. جي 01 قلنا ده linear interpolation، يعني معناها تتحرك في ماتيريال او تتحرك حركة بطيئة، مش الحركة السريعة، في اتجاهات خطية linear. اكس 30 واي 30 معناها ان انت هتتحرك بالشكل ده، بحيث يكون عندك اتحركت في اتجاه الاكس 30 واتحركت في اتجاه الواي 30، يعني انت هنا، بس انت لم تسلك المسار ده ولم تسلك المسار ده، ولكن سلكت المسار ده اللي هو حركة في اتجاه الاكس والواي في نفس الوقت. اما لو كان اداك الاكس لوحدها والواي لوحدها، فكنت هتتحرك الاكس 30 وبعد كده تتحرك الواي موجب 30. فده الفرق ما بين لما تحط الاكس والواي في سطر واحد هيديك المسافة دي الوتر، اما لو حطيتهم مع بعض في سطر، اما لو حطيتهم كل واحد في سطر منفصل فياخد دي خطوة لوحدها ويخلصها ويروح ياخد الخطوة التانية. ام 03 اللي هو حركة السبندل في اتجاه عقارب الساعة. الماشين زيرو بوينت من الأمور المهمة اللي أنت تعرفها إن أنت لابد يكون عندك نقطة مرجعية للترقيم. احنا قاعدين نقول محاور، وقاعدين نقول أبسولوت، وقاعدين نقول انكريمنتال، عايزين بقى نقطة نعين منها الحاجات دي. عندك 3 نقط رئيسية لابد تكون على دراية بيها. أول حاجة R اللي هي الريفرنس بوينت، ودي نقطة بيتم تحديدها من خلال المصنع اللي قام بتصنيع الماكينة.
اللي هي الهوم بوزيشن، يعني دي المكان اللي لما انت تقول للماكينة روحي ليه هتاخد الماكسيمم ترافل وتروح ليه. ده الريفرنس بوينت، النقطة المرجعية للماكينة. تاني حاجة الماشين زيرو بوينت، ده نقطة الصفر للإكس والواي والزي وانت اللي بتحددها. بعد كده الدبليو، ده البارت زيرو بوينت، لما انت تحدد نقطة الصفر على المشغول. يبقى انت عندك 3 نقط رئيسية: الريفرنس بوينت بتاع الماكينة، الماشين زيرو بوينت اللي انت بتحددها للإكس زيرو والواي زيرو والزد زيرو، والورك بيس زيرو أو البارت زيرو، وده اللي انت بتحدده برضه مانيوال أو من خلال طرق تانية سواء كان تاتش بروب أو غيره. بعد كده عندي مصطلح مهم جدا اللي هو التول اوفست. لما نيجي نكتب كود وخلينا نفترض مثلا ان قلنا له زد بصفر، الكنترول بالنسبة له صفر فين؟ بالنسبة للكنترول الصفر هنا، ده عند التول هولدر. تجاهل كل حاجة، تجاهل التشانك والهب وتجاهل حتى التول، وخد لك الصفر هنا. فلو انت اديت له زد زيرو ده بالنسبة له الزيرو، فاوتوماتيك لو انت عملت الحركة دي هيتجاهل كل ده، وبالتالي لو انت اديت له زد زيرو ممكن يكسر كل الكلام ده ويبوظ فرش الماكينة ويدمر كل حاجة. فعشان نتلاشى خطأ زي ده بنعمل حاجة اسمها اوفست. ايه الاوفست ده؟ والله بنعرفه ان التول دي طولها كذا والشنك ده ابعاده كذا، بحيث يحط كل الابعاد دي على الزيرو اللي عنده، او بمعنى اوضح انا بنقل الزيرو من هنا لهنا. ده اللي هو اللينس اوفست. بنفس الكيفية الدايمتر اوفست بالنسبة للماكينة، ده الصفر بتاع التول، ده الصفر بتاع التول. فلما انت تحدد له ابعاد هياخد ده المسار، في الوقت ان ده المسار الفعلي اللي انت محتاج تمشي. فانا محتاج انقل الصفر من هنا لهنا. الكلام ده هيتم ازاي؟ من خلال الدايمتر كومبنسيشن. يبقى انا عندي لينس كومبنسيشن بحول الصفر من هنا لهنا، وعندي دايمتر كومبنسيشن بحول الصفر من هنا لهنا. في الفانوك بنعمل الدايمتر كومبنسيشن بجي 41 وجي 42، وبنعمل اللينس كومبنسيشن بجي 43، وبنلغيهم بالجي 40. مهم جدا تفهم النقطة دي عشان تتلافى أخطاء كتير. بعد ما عرفنا أهم المفاهيم الأساسية بالنسبة للجي كودز، إحنا حاليا مستعدين نكتب برنامج بسيط يدوي.